والله ما ملاحق ما ملاحق، مش عايز اسمع صوت يا جماعه، مش عايز اسمع صوت، لو سمحت يا ريت تاخد العيال وتروح بيهم في اي حته، والله العظيم ما فاضي. ساعات كتير بنلوم اطفالنا ونقول عايزين تعديل سلوك وعايزين دكتور وعايزين دكتور، وما نكونش عارفين ان المشكله ممكن تكون فينا. هل الاب والام وسلوكهم ممكن ياثروا على الطفل؟ ده اللي هنسمعه من وجهه نظر الطب التطوري السلوكي. الوقت اللي احنا ما بندهوش لأطفالنا بشكل إيجابي هياخدوه مننا بشكل سلبي. بمعنى لو الأب منشغل بالموبايلات ومستبعد أولاده هيكلموه، بس هيكلموه عشان يقولوا له الحق في مشكلة تعالى حلها. احنا محتاجين ندي وقت مخصص لأطفالنا، حتى لو 10 دقايق كل يوم، نتكلم معاهم، نلعب معاهم، نتواصل معاهم. وقت مفيش فيه أسئلة، وقت مفيش فيه أوامر، وقت مفيش فيه انتقاد، وقت بس عشان نسمع لهم، نهتم بالحاجة اللي هم مهتمين بيها. الطفل بيحب يشوف والده مهتم بيه، الطفل بيحب يشوف والده بيتعامل كويس سواء مع والدته أو بقية إخواته. حق أطفالنا إن احنا نهتم بيهم بشكل إيجابي، بلاش نكون إطفائيين. في مشكلة يلا يا بابا تعالى عشان نحلها، ويلا يا ماما عشان نروح للدكتور عشان يساعدنا في حلها. خلينا ندي الوقت الإيجابي لأولادنا، لأن هم أكتر حاجة مهمة في حياتنا وأهم من كل حاجة.